سلام البنات، سلام صحاباتي، سلام المتتبعين كاملين ديولي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ عواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد. واخا مازال ما عرفنا واش غادي نعيدو غدا الجمعه ولا السبت. عواشركم مبروكه. اليوم غادي نشارك معكم واحد الجلابه ديال واحد السيده، يلاه كملتها، بغاتها للعيد والحمد لله ربي ما خيبنيش وقدرت انني نوجدها ليها للعيد. دوزت فيها سيمانه، والله الا بالحساب سيمانه كملتها. مع عطيتها الكلمه قلت لها غادي نوجدها ليك للعيد وخصني نوجدها ليها. درت ليها هاد الخدمه هادي. والثوب ديال الكريب داك اللي خرج دابا اللي فيه دوك الخطوطه ديال السقلي، درت ليها هاد الخدمه هادي في الطوق. وقلت نشاركها معكم ونوريها لكم. ودرت لي هاد الخدمه هادي من القدام، زديتها بالفراشه، هبطتها حتى لتحت بالفراشه. درت ليها الفتيحات في الجناب، بغات الفتيحات ودرت ليها فتيحات ما كبارينش بزاف. تقريبا عبرت شبر باش ما يجيوش دوك الفتاحي محلولين بزاف. زديتها ليها بدقة المسمار اللي وريت لكم في الفيديو الاول في الجلابه الاولى. ولاني في صراحه الثوب زوين وجات فيه الخدمه زوينه. اليدين درت ليها قشور الحوت وداخل فيهم العقيق المهرس باللون ديال السقلي اللي في الجلابه. واخا التصويره شويه ما واضحاش مزيان، كنحاول ما امكن نوضحها لكم باش تبان لكم مزيان. الخدمه متقونه كيما قلت لكم في الفيديو الاولاني. الا خدمتي شي حاجه خصك ديري شي خدمه متقونه، الله يرحموك الناس عليها. هذه هي الجلابه اللي صوبت للعيد ديالت واحد السيده. كانوا عندي جوج ولكن الاولى اللي كملت ما صورتهاش مع صافي الزربه ومولاتها بغاتها ما صورتهاش. وهذه غادي تجي عندها مولاتها العشيه وقلت غادي نصورها نشاركها معكم ونوريها لكم. وبالصحه والراحه، وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم والله يعاونكم.